رنيت كتير انت الصبح، معلش كنت مشغول والله. الو. انا تمام الحمد لله، وانت اخبارك ايه؟ ما بعملش حاجة، اديني قاعد. يا رب لو هربت من اسم الله تتكسر ايدك، يجيك الشلل. اكتب اسم الله في كومنت. بس بقى ثواني وهكلمك. بتكلمي مين؟ وريني كده. الو، مين معايا؟ مين معايا؟ قسما بالله لو رنيت على الرقم ده تاني لحصرك على عمرك. مين ده؟ انت عايزك تجيبلنا العار؟ ابقى اشوفك ماسكاه تاني. ويعني لما ما انت بتكلم هي حلوه ليك وحشه ليا؟ يا بنتي يا بنت، انا فاهم دماغ الشباب، اقسم بالله ما هيتجوزك ولا نيله، وهيعمل لك البحر طحينه واقول لك انت قمر، انت مفيش منك اتنين. ده انا هتجوزك بعد شهر، بعد سنه، بعد 3. وانت لابسه ايه دلوقتي؟ طب ما تبعتيلي صوره، ما انت هتبقي مراتي، وبعد ما يشبع منك هيرميكي زي الكلب. وده بقى لو بيحتفظ بالفيديوهات هيرجع يكلمك تاني وهددك ويقول لك ابعتيلي صور، ابعتيلي فلوس، لو ما بعتيش انا هعمل واسوي واسوي. واللي انت بتكلمها دي مش زيها وعندها كما تدين تدان. كل اللي بتعمله في الناس هتشوفه في اختك، ولو ما شفتوش في اختك هتشوفه في مراتك او بنتك. سكت ليه؟ عشان تعرف انك غلط. انا معلش يا امل، انا هعملك بلوك، وانت شوفوا مستقبلي، ولو في بينا نصيب اكيد ربنا هيجمعنا ببعض تاني. أكيد الرسالة وصلت للبنات وللرجالة، ودي الحقيقة. ما تحاوليش توهمي نفسك. احنا كشباب لما نيجي نتجوز بندور على البنات اللي مكلمتش حد، بتمشي بصة في الأرض، لبسها كويس، بتصون وجود أهلها في غيابهم قبل حضورهم. ويا بنت الناس، لو في علاقة بينك وبين واحد حاولي تقطعيها قبل ما تندمي، ولو في نصيب بينكم أكيد هتكوني ليه. انت لحد دلوقتي ربنا سترك، بس هيجي يوم وغطا الستر ده هيتشال، وقتها هتعرفي انك كنت رخيصة. وانت اللي مفكر نفسك راجل هيتردلك كل ده. حاول ترجع وتتوب وتدعي كتير ان ربنا يغفر لك. استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه.